السلام عليكم. فيديو قطع عنبر 7 ونشوف الجنون اللي لسه خلصان من شويه بين النصر والاهلي السعودي، فيلا بينا. ابتدى الحدث الشوط الاول بلويس كاسترو وجاسل، الاثنين نزلوا بال4-2-3-1. وايه سبب بقى تفوق النصر السعودي على الاهلي اول 22 دقيقه؟ التفوق ببساطه شديده جدا ان جاسل نزل بفكره غلط، انه عايز يطارد الكوره، وانه خلى كيسي وجابريال فيجا يشاركوا في العمليه الهجوميه وطالعين قدام قوي، فساب الخط الدفاعي وواحد في نص ملعب اللي هو خالد، انا اسف مش متذكر الاسم قوي، الخمسه دول محطوطين ورا لوحدهم. فطبعا لما اي كوره وانت عندك لابورت قدامك الناحيه الثانيه في النصر، طبعا واحد جاي لك من مانشستر سيتي من تحت ايد جارديولا يعمل لك اللونج باص على طول، اي لونج باص لرونالدو خلاص الموضوع خلص. ده غير كمان ان انت نص ملعبك عمل كميه ميس باص اول نص ساعه غير طبيعيه لا يتحملها بشر. ده كلفك الجون الاول والجون الثاني. امتى بقى اتظبطت العمليه؟ لما ابتدى الاهلي السعودي يمسك كوره وابتدى يلعب على امكانيات لعيبته. لكن انت تطرد الكوره قدام النصر السعودي مش هتنفع بحاجه، لان انت قوتك في الثلاثي الهجومي اللي عندك. واحد يقول لي طب يا عم احنا اشترينا ديميرال وايبانيز في الدفاع، اقول له يا حبيبي لو جبت كانافارو وبيكيم الاعتزال ما ينفعش، هي اصل هي تكتيك، هي شطرنج، ما ينفعش تسيب الدفاع كله لوحده كده واقول لك يلا يا ديميرال شيلني. وفي نقطه بصراحه انا دي حاجه فرديه، مندي وفيرمينو سيئين جدا النهارده، ومندي ده من الاول كده، لكن فيرمينيو شويه كان شغال، لكن النهارده فيرمينو ومندي مش موجودين وده اثر عليك كتير قوي. نيجي بقى ايه بقى اللي عدل الكفه شويه؟ ان ببساطه الاهلي لعب على امكانياته زي ما قلنا، وابتدى يضغط على النصر السعودي لحد ما احرزوا الهدف الاول، وخلاص الماتش اتحول لايه؟ ان الاهلي بيطارد النتيجه ولويس كاسترو عايز يلعب المرتدات ببروزوفيتش بقى ومانيه واوتافيو والكلام ده كله. وفعلا ده اللي حصل. جت في الدقيقه 45 تاليسكا حط جون انصح الكل ان هم يشوفوه. بس الشوط الاول خلص على كده، ودخلنا بقى ايه على الشوط الثاني. فدخلنا الشوط الثاني ولقينا الاهلي السعودي بيجيب الهدف الثاني من ركله الجزاء، والماتش خلاص بيوصل لاقصى متعه ممكنه. طبعا اكيد مش همتع من الزمالك وبيراميدز بتاع امبارح، عشان بس ايه الحق حق يعني. بعد كده فاسمه ايه ده، فالاهلي ضاغط والنصر خلاص بيلعب مرتدات كل حاجه، لحد ما جه رونالدو اسطوره الكاريزما ويحط الهدف الرابع بفنت حلوه قوي، بس برضه مندي سيء جدا. يجي بقى جاسر مدرب الاهلي يسحب ماكسيمان وينزل في راس البركان وواحد كمان انا متاسف مش فاكر الاسامي ولسه بتعود على الاسامي يعني. فخلاص لويس كاسترو قال لك انا هرجع بفريق النصر ورا نلعب مرتدات ونزل لك غريب بدل ساديو ماني وخلاص، واللي يحصل يحصل. والناحيه الثانيه الاهلي خلاص كل اسلحته قدام، كل حاجه طايره، وانا وحظي بقى لحد ما جت 4-3 وشفنا اخر 10 دقايق حاجه قمه في الخيال، قمه في المتعه بجد. بس وخلص الماتش ب4-3 للنصر. ده كان تحليل على السريع كده، قلنا رايكم في ان احنا ننزل بعد الماتشات كده على طول، ويلا سلام.